سياسة جهنمية همجية تنتهجها الحكومة في حق الشعب، هكذا عبرت زعيمة حزب العمال لويزا حنوني اليوم، حيث أكدت أن الحكومة تضرب القدرة الشرائية لدى المواطن، غير مستبعدة حدوث انكماش في الاقتصاد الوطني. عندما تنهار القدرة الشرائية معناه يتراجع الاستهلاك، ولما يتراجع الاستهلاك يحدث الكساد معناه المبيعات تتراجع والشركات تضطر أنها تقلص من الإنتاج نتاعها، وهذا ما يسمى بالانكماش لا ريسيسيون. حنون لم تهضم سياسة تجميد التوظيف العمومي على مستوى القطاعات الحكومية. إذن باستثناء قطاع التربية والصحة والتعليم العالي اللي رايحين يخلقوا المناصب اللي هي مسجلة السنة، باقي القطاعات لا يوجد فيها أي منصب شغل جديد، وأنتم شباب والأمر يعنيكم قبل أي واحد. هذا واعتبرت أن الحكومة أدارت ظهرها للأغلبية إرضاء للأقلية وخدمة لمصالحها، مما يمهد لانفجار شعبي جراء القرارات الارتجالية والتعسفية حسبها. بعد تصريحات نارية التي أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضد العديد من المسؤولين في الحكومة سابقين وحاليين، على رأسهم الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو بالتوفيق وغريمه في الحزب عبد العزيز بالخادم، أصبح سعداني محط أنظار الجميع في انتظار ماذا كان سيفجر قنبلة موقوتة غدا في اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية للحزب. قيل بأنها عادية، حيث من المقرر أن تتضمن جدوى أعمال يتعلق بملفات هامة وعرض الحصيلة السنوية لنشاط الحزب وتقديم التقرير المالي السنوي، إضافة إلى عرض وثيقة لجنة الدراسات والاستشراف وضبط استراتيجية الاستحقاقات القادمة. ولكن الغير العادي أن الكثير من المتتبعين للبيت الأفلاني يقولون بأن شيئا ما يحاك ضد سعداني للإطاحة به من على رأس الأفلان في اجتماع اللجنة غدا. إذن فهل سيكرم سعداني غدا أم يهان؟ لا مبالاة الوزارات اتجاه إضراب النقابات العمالية زاد من حجم التوتر، وتوعدت بالتصعيد بعد تعامل الوزارة بسلبية حسبهم. نحن دعينا سياسيين وممثلي الشعب لتحمل مسؤولياتهم التاريخية بالتصدي ورفض المشاريع القانونية الملزمة تمريرها عبر الغرفتين. تصعيد النقابات للهجتها يجعل القطاعات على شفا حفرة من الانهيار، فتعنت الطرفين لا ينبئ بخير، وطالبوا النواب والحكومة بتحمل مسؤولياتهم. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه النقابات المستقلة، فما عدا هذا لا نجد إلا التصعيد، لا حيلة لنا إلا التصعيد في الحركة الاحتجاجية بعد 24 و 25. نحن نحذر من تأزم الوضع في الأيام المقبلة، نتمنى بأنه تكون حلول عملية. كثير هم الذين اتهموا النقابات العمالية بتغييب مصلحة التلميذ والمواطنين على حساب مصالحهم، ما يهدد بانسداد اجتماعي قد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة. والله المسألة فعلا صعبة، وإضراب التربية له تأثير جد سلبي على أبنائنا التلاميذ للأسف، كما أن إضراب قطاع الصحة له تأثير سلبي على مرضانا في المستشفيات وعلى مواطنينا في البلديات وفي كل مكان في الإضراب، لكن لم نجد يا سيدي حيلة إلا الإضراب. الحكومة لم تترك لنا مجالا إلا المواصلة في الإضراب، لأنها بتعبير العامة أن الحكومة حجرتنا ومدتهاش في الإضراب نتاعنا. وبين تصعيد النقابات وتعنت الحكومة، يبقى المواطن والتلميذ في وضع المتفرج لمشهد يبدو أن فصوله ستطول بعد أن رموا الكرة في مرمى البرلمان.
تحسين تكوين بروز مشاريع مبتكرة هو شعار دورة تكوينية نظمتها جامعة منتوري بقسنطينة لدار المقاولاتية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الأسبوع دورة تكوينية قدمناها للطالب، انشأنا له ورشة حبينا نحط فيها المعايير اللازمة من سوق، من بنك، من مكتب استشارة. دعوة الطلبة للمشاركة معنا في هذا الأسبوع اللي دعينا الإنابي اللي هما لهنا باش يوضحوا كيفية حماية الفكرة. كنا احنا لهنا باش نوضحوا لهم جهاز لونساج. راح يكونوا معنا ممثلين على البنك، ممثلين على مختلف أجهزة لدعم تشغيل دعم إنشاء مؤسسة مصغرة. تعميم الفكر المقاولاتي وتبسيط مفهوم دار المقاولة لدى الطالب كان من أهداف الدورة. المشكلة هي المادة، لازم تكون، وهذه حاجة صعبة شوي. السلام عليكم. مستقبلا إن شاء الله في إنشاء المشروع راح نصطدموا بصعوبات، أهمها صعوبات المادية. الدورة التكوينية على خاطر كي نخرجوا ان شاء الله ورا التخصص نحتاجوا بزاف هاد لي زيدي وهاد لي ريسورس كيما نقولوها تاع لونساج ولي زوتر انتربريز باش يعاونونا. تبقى إذن مثل هذه الدورات ونشاطاتها لأجل الطالب ووضعه أمام تحديات بتقديم كيفية الحصول على الفكرة وكيفية إنشاء وتسيير مؤسسة مصغرة. بعد أن أصبحت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أبرز مصادر متابعة آخر الأخبار، أضحت أرضية خصبة لترويج مختلف الشائعات لسرعة انتشارها خاصة بين رواد الشبكة العنكبوتية. فبين أنباء الوفيات وشائعات الجرائم وتركيب فيديوهات وصور لا أساس لها من الصحة وتسويق للأماني وبيع للأحلام، يتخبط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين الوهم والحقيقة. شائعات وأخبار زائفة لا يدرك مروجوها أنها قد تكون مصدر إزعاج ومشاكل نفسية وأخرى اجتماعية تمس بطريقة أو بأخرى خصوصيات الأشخاص لتحدث ارتباكا فكريا يهز الثقة في كل ما يذاع. ثلثي مشروع قانون المالية لسنة 2017 مخصصة لنفقات التسيير، وتظهر الأرقام الموزعة على الدوائر الوزارية تخصيص أكبر جزء من الأموال للقطاعات الغير منتجة، وهو ما يناقض تصريحات الحكومة